في زمن الفراعنة، عاش الملك سنفرو الذي كان يحلم ببناء أعظم الأهرامات في مصر كلها، ولكنه واجه مشكلة بعد بناء الهرم المنحني حيث لم يكن مستقرا كما يجب. لهذا قرر بناء الهرم الأحمر، الهرم الذي سيخلد اسمه إلى الأبد. وفي ضوء الشمس الذي ينعكس على حجر الجير الأحمر، بدأ العمال في بناء صرح الملك العظيم. لكن المشروع لم يكن بسهولة ما توقعوه، فاستغرق الأمر سنوات من الجهد الشاق والتفاني الجماعي. كان العمال يعملون بجد تحت إشراف المهندس العبقري حمري الذي اشتهر ببراعته في التصميم والبناء. كان حمري يتمتع بفطنته وحكمته، وكان يعرف أن السر في نجاح المشروع يكمن في الحسابات الدقيقة والتخطيط المسبق. وفي إحدى الليل، وبينما كان الجميع نائما، تسلل حمري إلى موقع البناء ليتأكد من أن كل شيء يسير وفق الخطة. وفجأة لمح حمري ظلاً غريباً يتحرك بين الأحجار. اقترب بحذر ليكتشف أنه كاهن قديم يدعى نحيمي، الذي كان يخفى مخطوطة قديمة تتحدث عن أسرار الأهرامات. تعاون حمري ونحيمي لفك شفرة المخطوطة واكتشاف سر هندسي جديد سيمكنهم من بناء الهرم بطريقة أكثر استقراراً ودقة. وبفضل هذه المعرفة، تمكن فريق العمل من تجاوز العقبات وتحقيق المستحيل. وكلما نظروا إلى الهرم الأحمر، كان يذكرهم بعبقرية الملك سنفرو وحكمة حمري. وبمجرد انتهاء البناء، جمع الملك سنفرو كبار رجال الدولة والكهنة للاحتفال بتحقيق حلمه. وكللت قمة الهرم بذهب يتلألأ تحت شمس مصر الخالدة. ومع كل شروق الشمس، كان الهرم الأحمر يروي قصة نجاح وشغف لا ينضب. هكذا ظل الهرم الأحمر يرمز للإبداع والابتكار، وحافظ على أسراره بين أحجاره، ليظل شاهداً على براعة الفراعنة وحبهم للخلود.